بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم جميعا. نتمنى تكونوا جميعا بخير، في خاصة في أيام الصيام هذه. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. جبت لكم هذه الوصفة تاع التحلية سهلة مهلة بذوق الفراولة والموز، من أروع ما يكون، روعة يعني. مكوناتها موجودة بالبيت وتقدر ديرها يعني اي وحده، والحاجه اللي فيها يعني ماهيش حلوه بزاف. تما تاكلي هذا البول هذا وما ما تشربيش من وراها الماء، لانها يعني درتها خصيصا للي ما يحبوش الحلاوه بزاف ويحبوا الوصفات السهله بالفنا. شوفوا يعني الشكل تاعها راقي وبسيطه. يعني الحاجه اللي زدتها من الفوق هي زدت لها ذرات من البيستاش، يعني ماهيش حاجه. شوفوا هنا الحليب هذا قعد لي يعني مسحور، قعد لي اطرا الا ربع، يعني اطرا نحي منها كاس. هذا هو يدير لك ربع كؤوس كيما هذاك اللي كنتو تشوفوا في الاطراء. الا ربع هذه نضيف ملعقه كبيره كيما راكم تشوفوا من الفرينه وملعقه ماهيش معمره من النشا، يعني الفرينه هنا اكثر من النشا. شوفوا نخلطوا هنا مليح الى عندك البرا. انا هنا البرا تاعي يعني في سدلي. دوك نعاود نصفي المكونات اللي عندها البرا، يعني تعاود تخبطهم بالبرا يصفاو كلش، يعني تتخلط الخليط هذا كامل باسكو نوليو دوك نقسموه. اللي تحب يعني دير كمية أكبر تضاعف الكمية، راح تجيها يعني دير إطرة ونص، ودير زوج مغارف فرينة ومغرفة ونص من النشاء. راح ديرها ثمانية من الكؤوس بإذن الله. شوفوا هنا انا دوك رايحه، ما عنديش قلت لكم البران تاعي يعني في سدلي، راح نصفي في الصفايه. ما لازمش الحليب يكون لي فيه تكتلات تاع الفرينه. دوك نصفيه بالفرينه ونشوفوا كيف نتموا الوصفه. صدقوني وصفه روعه بسيطه، ووصفه يعني رمضانيه. الحلاوه تاعها يعني متوسطه، ماهيش حلوه بزاف، وبنينه روعه يعني هايله. ها وهنا كيما راكم تشوفوني ما عندهاش يعني البراد، بدير الطريقه نتاعي هذه. شوفوا حبيبات الفرينه كيفاه دوك نولي نحضرهم، يعني هذيك هي في الكميه تاع الفرينه اللي راح نستعمل. ها وهنا تتكتل كيما نعرفوا حنا الفرينه تتكتل هي، والله نشان نساعدوهم بالشباك. ما انا كي كان عندي البرا يعني في سدلي، دخل رمضان في سدلي تما نخدم بها شبار. هذه مش تاع شبار، هذه لازم نصفيها. دوك هنايا نولي نصفيها غير بالصفايه عاد نقوم. ومام هنايا يعني اللي ما عندهاش البرا نعطيها طريقه باه يعني تم خدمتها، ماشي تقعد معطله. هاي هنايا فرغت تما ديت الفرينه كامل اللي نحتاج هي ونشا، باسكو هما اساس الوصفه نتاعي. هاي هنايا دوك هذه الكميه تاع الحليب لازم نقسمها على في زوج طاوات، نقسمها لقسمين يعني متساويين. دوك من بعد نضيفوا اضافات ونشوفوا النتيجه كيفاه. صدقوني وصفه روعه بارده منعشه، مش حلوه بزاف، روعه. هنا يعني اللي عشاق الفلان نوعوا شوي، ما نديروش الفلان داك اللي يجي ما يجمدش ويجي مايه ويجي. هنا عندنا في الطاوله الاولى الفلان تاع نواره الذوق الفراز. راح ندير الباكي كامل. سي بور سا اللي قلت لكم مانيش راح ندير السكر. اضافه تاع السكر راني ما درتلهاش، الحلاوه نتاعها راهي معتدله. تما الحلاوه اللي راهي في الفاني هذيك هي اللي كملت بها، في الفلان هذيك هي اللي كملت بها. الثانيه نضيف لها الفاني، نواره فاني، فلان فاني تاع الباكي هذا. تما هنا ما نديروش اطار كامل، كون نديروا اطار كامل يجيكم تجيري بزاف كما تعرفوا. هنا اطار الا ربع وزدت قسمتها لقسمين. شوفوا في تاع الفراز راح ندير قطرات من السائل هذا تاع الفراوله، يمدلها اللون ويزيد يمدلها واحد الطعم اون ديري توكلي في الفراز. يعني جاو الطبقات اون ديغيتي تاكلي يعني في الفريز والبنان وما فيهمش الفواكه الاخرى. ضفت لها قطرات تاع الفاني، ضفت لها قطرات من الفاني السائل تاع البنان. دوك هنا في المرحله هذه واش راح نديرو، راح ندي الطاوه الاولى تاع الفريز للنار
باه نخثرها. والطاوه الاخرى نخليها حتى يبرد لي شويه لي فريز، باه نخدم له الطاوه الاخرى، يعني يجيو ورا بعضهم، ما يجيوش مع بعض. وهنايا يعني توقفوا معاها شوي. المره الاولى ما تقاويوش للغاز، باسكو كون تقاويو للغاز هنايا راح تزرب تيبسي لكم على الحواشي وتتكلكل لكم. هنا الغاز يكون معتدل، باك توقفوا معاها شوي، راهي تختار بالعقل، ماشي حدير كي الفلان، رايحه تختار لنا تجي من تجينا كيما لا كريم باتيسير. راني قربت لكم يعني باش تشوفوا. هنا يعني تدي لكم شوي وقت، ما تقلقوش منها برك. قلت لكم ماشي كيما الفلان تحطيه يغلي وحده، هنا لازم تاكلي باسكو دير سكتولات فيها الفرينه وفيها النشا. هذوك هما اللي رايحين يجمدوها ويخليوها طريه في نفس الوقت ويعطيوها واحد الطعم ولا اروع. نديرو بالوحده كي نخلصوا تاع لي فريز. دوك نشوفوا كيف نحطوها ومن بعد نديروا الطبقه الثانيه. يعني وصفه سهله توجديها. شوفي توجديها من قبل اذان المغرب بربع ساعه، تاكليها يعني بعد الافطار، ثم تبرد وثم تجمد، ما تديش الوقت مره. هنايا درتها بسيطه يعني هكذا، لانه الكثير يطلب في وصفات تاع الفلان بسيطه، ما تعبش وما تكلفش، اقتصاديه ومليحه لهذه الايام. يعني الواحد بعد الصيام ياكل حاجه حلوه يعني بسيطه هكذا، تكفي. من بعد ندير لكم يعني حتى حلايات اخرين مركبه يعني وشويه مليحه. كاين حلايه روعه، انتظروها. يعني راهني درتها بالبقايا نتاع طاجين حلو. شتو طاجين حلو اللي كي يقعد لكم تدخلوه للفريجيدير، هذاك توليو تحميوه ما عنده حتى فايده. انا حنعطيكم فكره، ديروه اليوم الاول، تحطوه اليوم الثاني، تقسموه على ليلتين ولا كي يفضل لكم. حضرت لكم به تحليه الملوك من اروع ما يكون، صدقوني تحليه ولا اروع. انتظروها يعني في الفيديو القادم باذن الله. ما نقولكمش هذا ولا الاخر باسكو كاين وصفات راح ننزلهم، ومن بعد ننزل لكم التحليه نتاعها. يعني تحليه ولا اروع، رايحين يعني طاجين الحلو تعودوا ديروه تاكلوه كي يقعد لكم الغدوه ولا غير غدوه، طول ديروا به تحليه من اروع ما يكون. شتو هنا بعد ما كبيت يعني اختارت لي، شتو القوام تاعها كيف كان، كبيتها في الكؤوس هذوك. هنايا وليت هزيت تاع الفاني والبنان دوك بنفس الطريقه. يعني تزيد تختار لي، شوفوا يتختار بشوي برك تبعها. هنا مزيد خفيفه حتى تثقل شوي، ماشي تثقل لكم بزاف باسكو من بعد ثم تولي تجمد. يعني درت لكم قربت لكم يعني الصوره باش تشوفوها يعني ما بالتدريج. تختار شوي تعود تحضر لي في الليفيغين هكذا نحطها. شوفوا هنايا كيفاه راهي تحضر، باسكو دوك تبرد باك تكلكل تجمد لكم. تزربوا تحضروها وتقسموها على الكؤوس وتزربوا تحضروا هذيك اللي في الطواسين وتجمد لكم كامل. توصل يعني الدرجه تاع قبل ما تجمد هكذا تكلكل لازم تكبوها. شوفوا كيفاه تولي تكلكل ومن بعد تشيطكم تولي كرابع وما تجيش متكامله مع بعضها. ما تعطيكمش صوره يعني باهيه في الكؤوس نتاعكم. انا هنا الطاوه قلبت لكم هكذا باسكو الطاوه كانت سخونه في يدي. دوك من بعد جبت يعني تاع المغرفه تاع السيليكون وعاودت حضرت البقايا هذيك. لازم تحضروها كمان يجيو كؤوس يعني كيما راكم تشوفوا. تجي تحليه يعني بريزونطابل وروعه، بسيطه، مكوناتها يعني بسيطه. الفلان هذاك رخيص وقطرات من هذاك الفاني يعني روعه. القرعه هذيك تعمروها ب10,000. كي يطيح في كل مره عمرو قرعه نوازيت الفاني هكذا فريز بنان كل يعني تحتاجوهم بزاف اللي يمدوا ديكو روعه. هنا من الفوق كان عندي القليل قلت لكم قيسموا غرفه تاع فم، غرفه كبيره يعني من البيستاش. درت به يعني وصفه وقعد لي هكذا رشيته من فوق كي نرشوه وهي مازالت طايه به يلصق. ومن بعد يطلق البنه نتاعها، هذا اللي زادها بنه على بنه يعني ما تتخلعوش. ذمين تقليوه وترحيوه تخدموا به قدين حاجه يعني غير للديكور هكذا يمد يعني بنه ويمد طعم وتستفادوا بالفيتامين اللي فيه.
يعني اللي بيستاشي هنا يمدلها واحد البنه ولا 4، هو اللي زادها بنه على بنه. دوك يتبرد يولي هو يذوب ويطلق البنه نتاعو فوق هذيك الطبقه الاخيره. صدقوني جا ولا اروع. ها يعني يا كي تجمد تشوفوا تقلبي الكيس تاعك يعني وصفه ولا اروع. نتمنى يكون يعني تكون الوصفه عجبتكم وتعجبكم. جربوها يعني سهله مهله وبنينه تهبل وبسيطه وثم توجديها يعني ما تعبكش مره. كما نعرفوا العيله كل يحبوا بعد الافطار حاجه حلوه، هذه راح تلبي تكفي وتوفي باذن الله. ما بقى غنقول لكم جمل الفيديو متتبعياتي الغالياتي، واللي دخلوا جدد نقول لكم في طريقكم ابوني والضغط على زر الجرس باه توصلكم وصفات صلاح يعني في الوقت نتاعها. انتظروا الجديد يعني وصفات في القمه، راهي يا اما مالحه او من الحلويات. ولا تنسوا زوروا القناه الجديده اللي راني دايره فيها التحليات والحلويات ثاني نحط فيها حوايج. الرابط تاعها راهو في القناه هذه، تلقاوها في التعريف تاع القناه، تلقاو الرابط نتاعها. ما بقى نقول لكم صحه فطوركم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. الى لقاء اخر ووصفه اخرى باذن الله وحول الله. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا دعوة الإفطار للصائم، دعوة مستجابة عند الإفطار. خليوا ديروا منها للدنيا وخليوا الباقي للآخرة حين تلقاوها بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمرة الثانية.